السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بقى معانا النهاردة فيديو جميل جدا. طبعا كلنا عندنا الأزايز بتاعت ولادنا بتاع المدرسة اللي بيشربوا منها مية مكسورة زي ما انتم شايفين كده. فأنا بصراحة حبيت أعمل بيها فكرة جميلة، وكمان بالحبل ده أو بالخيط ده جميل جدا ولونه حلو. وهعمل معاكم فكرة جميلة أوي إن شاء الله تعجبكم. اول حاجة هجيبها معايا، انا شلت الغطا خلاص انا مش عايزاه. جبت بقى مسدس الشمع، وهجيب معايا الخيط دوت، وهبتدي ان انا الف من تحت الاول زي ما انتم شايفين كده عشان تسهل عليا وانا شغالة. هلف كده على القاعدة الاول من تحت بالخيط دوت معايا. طب لو انت مش عندك خيط زي دوت او شبيه لده، ممكن خيط خيش، خيط مكرمية هيبقى جميل قوي، خيط صوف لو متاح عندك. بصي كل انواع الخيوط هتنفع معاكي في الفكرة دي. بس احنا معانا هنا الفكرة كلها موفرة من ناحية. احنا هنستعمل علب ازايز المية اللي بتنكسر من ولادنا في المدارس، وكمان دوت حبل غسيل. يعني بصي كتير قوي، يجي 30 متر ولا لا 15 متر بكام؟ ب10 جنيه، ب12. بكتيره قوي يوم ما يبقى غالي في المكان اللي انت فيه يبقى ب15 جنيه. وكتير جدا يعني عملت بيه الفكرة معاكم، وفضل معايا حتة كبيرة اعمل بيها فكرة كمان. فده مش ده بالنسبة لك كده هيبقى موفر جدا. هنلف بيه زي ما انت شايفة كده، عملنا القاعدة وهنبتدي نعمل على العلبة بتاعتنا من فوق لحد ما هنوصل لحتة معينة. طيب انا لما اجي في الحتة بقى اللي وانا بعملها من فوق ديت، ممكن بعد كل كام لفة كده بس اشد الحبل معايا كويس وانزله لتحت كده واثبته معايا بحيث ان ما يبانش مني الازازة خالص. وافضل اعمل لحد ما اجيب تلتين الازازة كده. واعمل بقى يعني الف كتير كده وكل كام لفة احط ايه؟ حتة شمع هتثبت معانا الخيط وهتخليه معانا متين اكتر. انا هعمل لحد تلتين الازازة، مش هعمل لحد ايه فوق خالص. ده برضو على حسب ما انت عايزة تعمليها نص ونص او تلتين وتلت، برضو دي براحتك. كده قصيت وخلصت كده التلتين بتاعتها. فانا هاجي في الحتة اللي فوقيها على طول. عندي هنا ده شريط ستان لونه نفس لون البتاع اللي في قلب الحبل اللي معايا دوت. هو في لون الكشمير ده مع لون البني. فطيب لو انت عندك ستان عريض تمام. طب لو انت عندك زي كده ستان حتة الستان بتاعتك شريط الستان يعني نفس الرفع ده كده، هضطر ان انا اعمل لفتين فوق بعض. طيب لو انت عندك بقى هو اصلا عريض، فانت بتعملي على قد المساحة اللي انت عايزاها ديت بقلب الايه الستان على طول، ما بتحتاجيش ان انت تلفي لفتين يعني. كده خلاص خلصت الستان ده معايا وقصيت كده، انا ثبته كمان اهوت. هبتدي بقى كمان اجيب الحبل معايا تاني واشتغل على الجزء اللي فوق لحد الاخر خالص. كده احنا مش باين معانا الازازة خالص، ولا باين خالص ان هي ازازة. همشي بالراحة بقى في الحتة دي كده بالشمع، وبرضو وكل لفتين كده اعمل حتة شمع عشان ايه تبقى ثابتة معايا وتبقى حلوة. طبعا هي بقى دلوقتي لا هتبقى ازازة ولا باين عليها، هي هتبقى كأنها زورية جميلة جدا ملهاش حل. او هي هتبقى شكلها كده ديكور لوحدها من غير ورد من غير اي حاجة، تبقى شكلها شيك قوي. محدش هيصدق ان انتي عاملة دي من ازازة المية بتاعت ولادك اللي مكسورة وبحتة حبل غسيل وحتة شريطة ستان، يعني حاجة كده ما كلفتكيش حاجة خالص. كده خلصت اهوت وثبت، خلصت قفلت معايا الجزء اللي فوق خلاص كده تمام. هجيب معايا بقى كمان ايه؟ بصي كده شكلها ما فيش لون من الازازه باين خالص. هبتدي اجيب بقى اللي في النص دوت،
عندي هنا شريط زي الساتين كده، بس ده الشريط دوت اورجانزا كده عليه قلوب شكله حلو. لونه برضو نفس الالوان اللي معايا، لونه مدي على بامبا فوشيا شوية كده، شكله جميل. قصيت معايا قطعة منها كده من الشريط دوت، طولها مثلا 25-30 سنتي كده. هقص منها كذا قطعة، واجيب الخيط والابرة زي ما انت شايفة كده، وهمشي خياطة عادية جدا، سراجة عادية خالص على حرف الشريطة الستين، على الحرف بالظبط. انا موضحه لك اهوت عشان اللي ما شافش الوردة معايا قبل كده اهي. خلاص انا شديت الخيط للاخر خالص ورحت مخلصاها، ورحت ايه مقفلة بس من فوق ومن تحت كده لحد ما ايه خلاص كده اتقفلت معايا. هقفل الوردة معايا كده، دي الوردة معايا خلصت. هنعمل منها بقى كذا واحدة اللي احنا محتاجينهم. كده بقى عملت شوية وردة اهوت من اللي احنا محتاجاهم، على قد داير ما يدور للايه الزهرية بتاعتنا بقى، مش هتبقى الازازة. هجيب معايا بقى الورد، واجيب مسدس الشمع، وابتدي الف على الجزء اللي في النص بالظبط. برضو ممكن ان انتي تعملي حاجة تانية. ممكن لو انتي مش عايزة تعملي الجزء اللي في النص ده بالستان، ممكن تعمليها كلها بالحبل او بالخيط او بخيط الصوف او بخيط المقرمية او بخيط اي خيط عندك، تلفيها كلها. وبعدين برضو تمشي عليها برضو بأي طريقة بقى انتي عايزاها بالورد ده، يديلها منظر ويبقى شكلها حلو برضو. دي فكرة برضو لو انتي مش متاح عندك ان انتي ايه تفصلي وتعملي بستان وترجعي تعملي الستان ده. يعني ايه لو انتي متاح عندك حاجة واحدة مش كذا حاجة يعني. كده خلصت كده الايه الورد معايا داير ما يدور على العلبة بتاعتي، ولزقتها كلها عليها. طيب علشان ابين ان دي وردة وشكلها حلو، فانا عندي الخرز دوت، عندك انصاص لولي، عندك فصوص، اي فصوص بتلمع حلوة كده، هنحطها في النص كده عشان تبان ان هي شكلها شكل وردة كده وشكلها حلو. هتبين منظرها اكتر. هعمل على كل الوردات بتاعتي، هي خدت تقريبا 6 وردات. طبعا كل واحدة بتحتاج الوردات بتاعتها على حسب حجم الازازة بتاعتها. شوفي كده خلاص كده احنا خلصنا من هنا. هجيب بقى معايا الازازة بتاعتي. انا هنا ده فل يا جماعة، الفل اللي احنا استعملناه قبل كده في الفكرة بتاعتنا، واستعملناه مع بعض في كذا حاجة. حطيت بس كذا قطعة صغيرة كده، وحطيت واحدة مدورة كده عشان اقدر ان انا اثبت عليها الفرع حتة الفرع الخضراء اللي انتي شفتيها دي. طبعا دي اللي بنعمل بيها الشجر، دي بتلاقيها في المكتبات عادي جدا، بتبقى شكلها حلو. وعندي كمان وردة جميلة كده شكلها حلو، بامبا كده جميل، هحطها برضو في النص كده في قلب بقى الايه الفل اللي احنا عملناه. بصي بقى منظرها جميل ازاي. تصدقي بقى ان ديت ازازة كان غطاها مكسور وادمت كده، ومش هتعملي بيها حاجة تاني. حتة ساتين كده وشوية حاجات بسيطة، عملنا بيها فكرة جميلة جدا. ان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة. وانا برد على كل حد بيكتب لي تعليق حلو، وانا ببقى مبسوطة جدا لما بتعلقوا لي، وببقى مبسوطة جدا من تشجيعكم ومن كلامكم معايا. هستنى رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.